مساء الخير من جديد. بالدرس الماضي حكينا عن الفصل الثاني الوحدة الثالثة. اليوم بدنا نحكي على الفصل الثاني الوحدة الرابعة. أجين مشان ما تنسوا، هي الفصل الأول هي الفصل الثاني. الفصل الثاني هلا رح نروح على الموديول رقم 4. بالموديول هي عم نحكي على الأجر Identity Access and Security. Identity يعني الهوية، الحساب. الأكسس هو الوصول and Security والأمان. أجر في قلبه في شيء اسمه Directory Services. اللي درس الام سي اس اي او اللي درس الكورس الماضي اللي معنا كان بيعرف انه في شيء اسمه اكتيف دايركتوري، اللي كانت هي عباره عن مكان موجود بقلبه اسماء كمبيوترات الموجوده بالشركه، اسماء المخدمات، اسماء الموظفين، وكل الريسورسز الموجوده بالشركه. نفسها تقريبا في مثلها عند اجور، اسمها الدايركتوري سيرفيسز، وبقلبها في شيء اسمه الاجور اي دي. الاجور اي دي هي الاكتيف دايركتوري تبعت الكلاود تبعت الاجور، تقريبا بتشبه الاون بريم اي دي، ما كتير فيه الفرق الكبير بيناتهم، لكن الكونسبت بيختلف. في الاجور اي دي كان في عنا شيء اسمه او يو اورجانيزيشنال يونت، هون باجور صار في عنا شيء اسمه ريسورسز جروب. هذا هو الفرق بيناتهم تقريبا. كمان نحن بالامور العمليه نحن حنحكي فيها اكثر بالدروس القادمه. طبعا الاجور اي دي موجود بقلبها الاي تي ادمنستريتور، موجود بقلبها الديفلوبرز، موجود فيها اليوزرز، وفيها كمان الاونلاين سيرفيس سبسكريبشنز مثل الاوفيس 365، مثل السي ار ام، يعني هيك شغلات. شو مهمتها الاجور اي دي؟ اول شغله بتعمل لك شيء اسمه الاوثنتيكيشن. الاوثنتيكيشن يا شباب هو المصادقه. المصادقه لما مثل حدا مثلا لما حدا بدق الباب عليك بتقول انت مين، فبقول لك انا فلان وفلاني، فهي عبارة عن مصادقة. اسم بيتك هو اليوزر نيم، وكلمة مين وأنا فلان فلان هي الباسورد. فأنت باليوزر نيم والباسورد قدرت تعرف مين هذا الشخص لحتى أعطيته حق الدخول إلى منزلك يعني. فهي بيسموه authentication. الاوثنتيكيشن هي عبارة عن اسم مستخدم وكلمة مرور. السنجل ساين اون او ما يسمى الاس اس او. الاس اس او يا شباب هي عبارة عن ميزة جديدة صارت بالكلاود عملتها مايكروسوفت، بمعنى انه انت ممكن بالشركه نفسها عندك انت في عندك اكثر من ابلكيشن واكثر من بلاتفورم. والله انت عندك اي ار بي، وعندك ايميل، وعندك حساب سي ار ام، وعندك انت كثير بلاتفورمز بتستخدمها بشغلك. فانت حيكون عندك لكل هالشيء اللي عندك اياه بالشركه حيكون في عندك يوزر نيم وباسورد واحد. يوزر نيم وباسورد واحد للايميل، يوزر نيم نفس اليوزر نيم والباسورد لتشبك على الواي فاي، نفس اليوزر نيم والباسورد لتفوت على الاي ار بي. ما عندك اكثر من باسورد انت ضمن الشركه او ضمن شغلك، فهي بسموه الاس اس او. طبعا اداره البرامج في عندنا كمان شيء اسمه الابلكيشن مانجمنت، كيف انك تدير الابلكيشنز اللي عندك عن طريق الاي دي. مثلا في عندي مثلا الاكستشينج بده اسماء الموظفين اللي بالشركه عشان يظبط لهم الميل بوكس تبعهم الايميل، ف بيعطيك الاي دي من خلال الاجر اي دي بتقدر تعمل مانجمنت لهي اليوزرز وتعمل لها بوش على الاكستشينج حتى يظبط لهم الايميل. او انت مثلا بدك الموظفين بالشركه يقدروا يفتحوا الوورد والباوربوينت، بدك تعطيهم ليسن، فبتاخذهم على الاوفيس 365 بورتال. هذا عباره عن ابلكيشن مانجمنت بتقدر من خلاله تعطيهم لايسنس حتى يقدروا يدخلوا على الاوفيس بشكل عام. في عندنا شيء اسمه ديفايس مانجمنت، هذا كمان مهم جدا. في شيء اسمه الانتون كمان مستقبلا بتدرسوش. يعني الانتون مثلا انا بينزل على موبايلات الموظفين اللي بالشركه او على لابتوباتهم، بحيث انه هذا الموبايل يتسجل بقلب الشركة أنه هذا الموبايل لفلان الفلاني ويحق له الدخول على الموارد تبعت الشركة. مثلا أنت بدك تفتح إيميلك من الموبايل أو بدك تفتح التيمز من الموبايل، ما بيمشي الحال أنت تفوت بحساب الشركة من أي موبايل، لازم موبايل يكون مسجل ضمن الشركة، وبالتالي هذا بيسموه الديفايس مانجمنت أو ما يسموه الاند بوينت مانجمنت. هل أنا فينا أوصل الاي دي الموجودة بالأون بريم مع الاي دي الموجودة بالأجر؟ طبعا توصلهم مع بعضهم وبصير في بيناتهم نوع من شيء بسموه ريبليكيشن او سينك، يعني مزامنه. شو هي التول اللي بتوصل بين الاجور اي دي وبين الاجور وبين الاون بريمس اي دي؟ هي اسمها اجور اي دي كونكت سينك، شايفينها؟ هي. فانت هون عندك الاجور اي دي رابطها على الاجور اي دي كونكت، وبعدين نطلعها عن طريق الاجور اي دي، ومن ثم اخر شيء عن طريق السبسكريبشن والفيرتشوال نتوركس. يعني هاي هي طريقه الوصل بيناتهم. شو يعني Azure Authentication Methods؟ Authentications مثل ما حكينا هي عبارة عن يوزر نيم وباسورد. في عندي شيء اسمه المالتي فاكتور اوثنتيكيشن او MFA او ما يسمى، وفي عندي كمان شيء اسمه الباسورد ليس والMFA.
الام اف ام يعني هي عباره عن طبقه تانية من الحمايه. فبدل ما يكون انت بس عندك اليوزر نيم والباسورد، كمان انت حتى تعزز امان هويتك وامان حسابك فيك تستخدم موبايلك، فيك تستخدم رقم موبايلك. في عندك شيء اسمه security questions انت كمان فيك تجاوب عليهم. وفيك تنزل ابلكيشن على موبايلك مثلا مثل مايكروسوفت اوثنتيكيتر، عباره عن ابلكيشن بينزل على الموبايل وبتحط بقلبه معلومات حسابك بالشركه. فبصير لما بدك تعمل لوجن على ايميلك، اول مره بتحط الباسورد عن طريق بالكمبيوتر، ولما بتضغط ساين ان حيقول لك اعمل ابروف، اعمل موافق من الموبايل ليتاكد انه انت صاحب العلاقه. فانت بتفتح موبايلك بتعمل ابروف، وبالتالي بتقدر توصل على ايميلك لما بتكون فاتح من اللابتوب. تمام. بينما الباسورد ليس عباره عن تكنولوجيا عملتها مايكروسوفت. مشكله الموظفين دائما بالشركات هي مشكله باسورداتهم، يعني دائما كل 30 يوم لازم يغيروا الباسورد، ولازم تكون معقده، ولازم ما تكون مستخدمينها قبل بمره. فمايكروسوفت قالت لهم اخي نحن في عندنا طريقه انه نخلي باسورداتكم تتغير كل 5 شهور عن طريق باسورد طويله مثلا 16 حرف، لكن انا بعطيك الاوبشن انك تستخدم شيء اسمه الباسورد ليس، اللي هي انك تستخدم مثلا الفيس اي دي. في عندك مثلا التي بي ام، فيك تستخدم الفيس اي دي. عن طريق الفيس اي دي او عن طريق البصمه او عن طريق بين كود ممكن تكتبه باللابتوب، تقدر تعمل اكسس، تعمل لوجن. فهي كلها عباره عن وسائل مايكروسوفت عم تحاول انها تقدمها للناس حتى تسهلهم عمليه الشغل. الاس اس او، للمالتي فاكتور اوثنتيكيشن، للباسوردلس، هي كلها وسائل مايكروسوفت عم تحاول تظبط لك الاوثنتيكيشن تبعك، المصادقه تبعك، عشان يكون سكيور، ما حدا يعني مؤمن، وعشان يكون يعني فول مانجمنت. قاعده مايكروسوفت في موضوع المالتي فاكتور اوثنتيكيشن شو بتقول لك؟ something the user knows، يعني باسورد انت بتعرفه، بين كود انت بتعرفه. something the user has، شغله انت بتملكها مثل موبايلك، مثل رقم موبايلك. something the user is، شو يعني؟ يعني وجهك، شيء بخصك انت، بصمة ايدك. فهي عبارة عن الكريتيريا او المعايير اللي بتستخدمها مايكروسوفت حتى بموضوع المالتي فاكتور اوثنتيكيشن. باسورد ليست في عندنا ميزة اسمها الويندوز هالو، هي شغلة كتير شغلة جديدة، يعني مايكروسوفت اشتغلت عليها وكتير من الشركات عم تتحول لعندها. لنفرض انا شغال بمشروع وموظفين الشركة عندي بيشتغلوا ضمن الآجر، فجأة اجانا مثلا فيندور من شركة تانية بده يساعدنا بموضوع او بده يقدم لنا سيرفيس معينة، سيرفيس بروفايدر من شركة تانية. طب انا فيني دخله على الاجر اي دي تبعتي؟ طبعا فيك عندنا ميزة اسمها اكسترنال ايدنتيتي، يعني هو عبارة عن ضيف فيك تخليه يفوت على الاجر اي دي تبعك، لكن ضمن شروط معينة، يعني مو بتعطي اكسس على شو ما بده، لا، في شروط معينة بتخليه يخضع لها عشان يقدر يفوت على حسابك. ففي شيء اسمه الكونديشنال اكسس، في شيء اسمه الهويه، في شيء اسمه البيرميشنز والبريفيليج. انت مثلا بتقول اوكي انا راح دخلك على هذا الريسورس، لكن صلاحياتك بتكون 1 2 3، فبتقيد الاكسس تبعه انه على قد المهمه اللي هو فايت يساويها. فهي اسمه الاجر اكسترنال ايدنتيتيز. طبعا انت تبعت له انفيتيشن، هو بيجاوب عليها عن طريق ايميله، وبعدين هو بيقدر يسجل دخول عن طريق الايميل للريسورسز او لللينك اللي انت بتعطيه اياه. شايفين؟ حتى في عندي شيء اسمه بزنس تو بزنس، يعني فينا شركه تعطي اكسس لشركه ثانيه وتربط بين بعض. اوكي؟ وفي شيء ربط مباشر للفروعه، وفي كمان بين الاجر وكاستمر. الكونديشنال اكسس يا شباب من اسمه دخول مشروط، هذا الشيء سوته مايكروسوفت حتى تعزز من الامان والحمايه للمستخدمين. فمثلا شركه فيها موظف بيشتغل فيها، قرر مره انه يسافر، وهو لما كان مسافر بدوله ثانيه قرر انه يرجع يفوت على كمبيوتره اللي بالشركه ريموتلي عن طريق الفي بي ان وعن طريق الريموت ديسكتوب او عن طريق الدبليو في دي مثلا. هو دخل اليوزر نيم والباسورد وشغل الفي بي ان، لكن هو بالنسبه لمايكروسوفت هو صار بلوكيشن ثانيه بدوله ثانيه، فبتطلب منه خطوه ثالثه او تطلب منه خطوه ثانيه لتتاكد من هويته. ممكن عن طريق الابلكيشن اللي بالموبايل، ممكن عن طريق انك تبعت له كود على الموبايل، وهذا الكود لازم هو يدخله بصفحة تسجيل الدخول حتى يتأكد انه هو هذا الفلاني اللي عم يفوت. وبالتالي صار في تقييد لدخوله، انه نحن بندخلك لكن بنتأكد من هويتك، ما تكون انت مسروق لابتوبك او ما يكون حدا مخترقك. فهذا بيسموه الكونديشنال اكسس. شايفين؟ بلوك اكسس،
from unentrusted resources، يعني انه ممكن يعمل بلوك للاكسس من مكان. تمام يا شباب؟ في عندي شيء اسمه Azure Rule Based Access Control. Azure Rule Based Access Control اللي هو انه بنعطي اكسس على حسب الرول. يعني مثلا موظفي قسم الاي تي بياخذوا اكسس اعلى من غيرهم لانه الرول تبعهم انهم هن اي تي. طب قسم الاي تي نفسه في عندي سيستم ادمن، الرول تبعته بياخذ اكسس اكثر من السبورت اللي تحت منه. طيب اقسام ثانيه مثل الفاينانس او مثل الاكاونتنج او مثل الاتش ار، هل هن بحاجه لاكسس لكثير قصص؟ لا، هن بتعطيهم انت ليميتد اكسس على قد شغلهم. ليش؟ لانه الرول تبعهم هيك. الرول هي عباره عن الوظيفه، شو شغلته لهذا الشخص، شو مجال حاجته لهذا الموضوع، فنحن بنعطي اكسس على حسب الرول. تمام؟ طيب لما شركه بيكون لها عده فروع وإلها عده برانشات، كيف هذا الشيء فيني نظمه؟ قال فيك تنظمه عن طريق هي اللي اسمها الار بي اي سي اللي هي الاجر رول بيست كنترول اكسس. تعطي رول اكسس على مستوى السبسكريبشن وعلى مستوى في شيء اسمه المانجمنت جروب حكينا عليها من قبل. عن طريقه بتقدر تعطي رول معينه لاشخاص فبيقدروا يوصلوا لكل شيء تحت منهم. ديسكرايب زيرو تراست موديل. شو يعني الزيرو تراست؟ الزيرو تراست يا شباب هي انه صفر ثقه، انا ما عندي ثقه بحدا. هيك قسم الاي تي والسكيورتي هيك بيقولوا لك. الزيرو تراست بتقول لك انه انا كل شيء بنظري خطر حتى يثبت العكس. فانا مثلا بفترض انه هذا اليوزر حدا مخترقه قبل ما يعمل تسجيل دخول، لكن اذا عمل اوثنتيكيشن صح باليوزر نيم والباسورد وحط الكود وعمل الام اف اي اللي حكينا عليه من شوي، فانا فيني فبدخله. اما اذا يعني بحاول اني استثمر كل المعلومات اللي موجوده معه حتى اسمح له بالدخول، اما الدخول ناقص ما بيمشي الحال. انا لازم يعني الشغله الثانيه بتقول لك انه انا لازم افرض اقل الاكسس اعطيه للناس. خلاص هذا القسم ما له بحاجه لهي الاكسس فما في داعي اعطيه، بعطي اكسس على قد الرول مثل ما حكينا. ودائما حط ببالك انه انت عندك خروقات امنيه. الموظف عطى باسورد لحدا، الموظف دخل من مكان تاني، شغل في بي ان على جهازه، عمل له شي مصيبه. فانت دائما افرض انه انا في عندي خروقات امنيه عم تصير بالشركه حتى يثبت العكس. يثبت العكس كيف؟ انه انا اكون مأمن كل شيء. هاي هي الزيرو تراست كونسبت. في عندي شيء اسمه الديفنس اون ديبث، يعني الدفاع في العمق. شوفوا خطه اجر لحمايه البيانات اللي فيها قديش معقده. بتبدا معك من الفيزيكال سيكيورتي اللي هي الداتا سنتر اللي عندهم، بعدين للهويه والاكسس اللي هو عم يمر في اكثر من سيناريو، من يوزر نيم وباسورد لرقم تليفون لفيس اي دي لبصمه وش لبين كود، ممكن للام اف اي ابلكيشن الموجود على الموبايل. بعدين بيجي عندك مثلا انت الفاير وول الموجود بالشركه مشان يعمل لك حمايه. بعدين النتورك كمان فيها فيلانز وفيها كتير كونفيجريشن بحيث انه ما حدا يقدر يوصل. بعدين بتوصل لمرحله الابلكيشن هيك لحتى اخر شيء توصل للداتا تبعك. ففي في 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 حمايه كتير كبيره بالنسبه لمايكروسوفت. فمثل ما شايفين الداتا سنتر بيكون محمي، مو اي حدا بالداتا سنتر تبع مايكروسوفت بحق له يدخل على الداتا سنتر. حتى الموظفين تبعت مايكروسوفت نفسهم في لهم مواعيد محدده انهم يفوتوا على الداتا سنتر، مو باي وقت. وكمان في عندك كل شركه، وكمان عندك الايدنتيتي والاكسس، يعني هويه وصلاحيات الوصول. كل الشركات بكل موظفينها كل الناس عندهم بطاقة اكسس او عندهم باسورد او عندهم شروط معينة وهويات حتى يقدروا يدخلوا فيها. فانت عندك الاي دي تبعك اللي هو اليوزر نيم والباسورد تبعك، وعندك اكسس كنترول لاي شيء. فما بيمشي الحال تدخل ناس هيك بلا ولا شيء، يعني بلا باسورد بلا، يعني لازم يكون الايدنتيتي واضحة. كمان انت شبكتك بتتعرض كتير، الشبكات ممكن تتعرض لهجوم الكتروني. ففي عندك مثلا هجوم الديدوز. المايكروسوفت بتأمن لك فاير وول عالي المستوى حتى تمنع اي هجمات الكترونيه. والنتورك اللي بمايكروسوفت حكينا انا كمان هي مؤمنه بشكل كتير كبير لما يصير في عليها اي اختراق.
وطبعا عندي كمان في شيء اسمه الاند بوينت بروتكشن مثل مايكروسوفت ديفندر على سبيل المثال، هو عباره عن انتي فايروس خلينا نقول مثلا، او سكيورتي ابلكيشن. هو كمان اي يعني اذا في شيء هرب من الفاير وول او من هون او من هون من هون، فهذا الابلكيشن حيمسكه. لا توصل الابلكيشن نفسه، احيانا الابلكيشن بيكون مصمم بطريقه انه ما يصير في عليه خرق امني. واخر شيء لا توصل الداتا تبعك اللي هي موجوده على الساس مثل الاوفيس 365. طبعا اذا اليوزر عاطي باسورد لحدا وعاطي موبايله لحدا، فلا حول ولا قوه بهي الحاله، لا توصل للداتا، فالامور مؤمنه. مايكروسوفت ديفندر عباره عن ابلكيشن موجود في الكلاود، مهمته يحمي الكلاود من اي هجمات الكترونيه او من اي فيروسات او من اي عمليات اختراق. طبعا هو عدا انه بيعمل لك سكيور للانفايرمنت اللي انت فيها، بيبعث لك نوتيفيكيشن واليرتس على اي شيء بصير، وبيعطيك كمان نوتيفيكيشن على الحاله اللي هو فيها. تمام يا شباب، يلا ان شاء الله بتمنى لكم التوفيق.